مبسوط بعملتك يا كبير السرايا؟ يا متعلم ببلاد برا. يا ابي ليش عم تتهمني؟ مو انت ورا شغلي ولا؟ لا مو انا يا ابي. انت واحد كذاب كذاب. يا ابي انت ليش ما عم تصدقني؟ ليش؟ اصلا انا سألتك عن ابو راشد وانت قلت لي ما بيقربنا. ليش قلت لي ما بيقربنا لانه لو قلت لك كنت بدك تسلمه للسرايا. بصراحة انا كنت بدي القطه بس لحتى اعرف شو في بينه وبين صبري، لحتى صبري بده اياه. وما قال لك صبري شو مساوي معه؟ قال لي انه هو حاول قتله لصبري. وما قال لك ليش كان بده يقتله؟ سألته، قال لي انه عم يشتغل ضد الحكومة ومشترك بمقتل رشدي بيك. وصدقته؟ انا عملت تحقيقاتي بالحارة وعرفت كل الاسرار فيها. وشو عرفت يا كبير السرايا؟ مشان الله يا عمتي، مشان الله ساعده لأبو راشد. يا عمتي كيف بدي ساعده وهو واولاده مطلوبين؟ يا أمي هذا من لحمنا ودمنا. ما بقدر ساعد واحد قاتل رشدي بيك. اطلع من بيتي، اطلع. مشان الله ابن عمي، مشان الله، مشان الله يا عمتي، مشان الله. اطلع من بيتي ولا بعد تورجيني وشك كل مرة. هيا. ألف الحمد لله على سلامتك أخي. وعلى فكرة اللي قوص عليك أنا عرفته ودباره عندي. انت بتعرف انه ابو راشد كان متخبي عنا بالبيت الصغير؟ شلون؟ اليوم صبري يا فندي لقطوا عنا بالبيت. لا أنت شو عم تحكي؟ ليه سيدنا؟ ما حدا من أهل الحارة عرف يساعده يا بي؟ وكيف بدهم يساعدوه